صفرش ما يخليش لافونتاج، ما عندوش الطو يخلي لافونتاج، كيف عنده صفر الا رابطها هنا رابطها وبدا يمشي بهذيك هنا لاصقه مسخر بينا. احنا مش حابين الجزائر تلعب نهائي. كان عمديا اظن كان عمديا تعمد ضد الجزائر. حتى الفار لم يعد اليه بطاقه حمراء. انا بطاقه حمراء هذيك لانه فقط ميسي ما تعطيلوش. تقول لي انا الاي ديرت لافار يسيرها عد وشوف شكون اللي كان في لافار بان تفهموا مليح. نعرف الفار يدير الخط ماشي انا، البشر هو اللي يدير الخط. انا هدف شيبي مشكوك فيه لي انا قد يكون هدف صحيح. واحد النقطه لازم ما نتجاهلوهاش واللي هي التحكيم. اليوم التحكيم لعب دور كبير شوف المستوى تاعنا باش ما نعاودوا نولوا المستوى. قبل ما نهضر المستوى كان كارثي. نهضروا ايضا على التحكيم اليوم يا اخي تكلمنا هنا في البلاطو. نعم. قلت لك باللي التحكيم الخوف كل الخوف انه هذاك جوار كيما ميسي مستحيل تخرج له انت بطاقه حمراء ولا صفراء لانه ميسي ولا كيفاه. قلت لك انا الحكام راح يتعاملوا بالنجوميه في لقطه عيسى ماندي حتى الفار لم يعد اليه بطاقه حمراء. انا شفت يعني كان على حضرت هنا مره يعني داروا لنا يعني زكريني نذكروا على خير الله يذكره على خير محمد زكريني. حضرت لك مع الاول انا من الجميع انا اشك في هدف شيبي لي انا يعني ممكن يكون صحيح. لا بعد ما داروا الخط زكريني لا الخط انا نعطيك مع واحد المعلومات واحد اخرين كبار الخط اللي يديروه بشر انسان هو اللي يدير الخط يقدر يقدم اللاعب. الخط هو اللي يديرو انايا لان علاش اليد ما تحسبش. القانون لو واش يقول لك تحسب التسلل البكري ديك لو بالون سور عند خروج الكره. لا ديك توش لو بالون ديك هما حسبوا الشيبي كي خرجت الكره تخرج الكره اوتوماتيكمون يكون دنا شويه. ولكن القانون ديك التوش غير التوشي تحسب له لورجو. هما حسبوا له عند خروج الكره. انا شوف ماشي بصح عندي شك في هدف شيبي صحيح. هذا رايي وهذا اللي تقول لي انا الاي ديرت لافار يسيرها عد وشوف شكون اللي كان في لافار بان تفهموا مليح. انا هذا رايي. محمد زكريني انت راك عاود رجعتنا للاخر. لا انا نعطي رايي نعرف الفار كيما صرات تاع الفار يسيروا بشر يسيروا عبد ما يسيريش ماشي حاجه الكترونيك. الفار يطلق هو يديسيدي هو يدير الخط. بارك الله فيك. ماشي اله اللي تدير الخط ماشي اله البشر هو اللي يدير الخط. تحسب عنده داك التوش لو بالون ماشي عند ما تسابش محمد في الماتش تاع الاردن ان شاء الله نفرحوا هنايا. قل بمجرد ان يلمس الكره بمجرد ان يلمس الكره هذه هي لغتنا راقيه. انا هذا رايي ان هدف شيبي مشكوك فيه لي انا قد يكون هدف صحيح كمحمد زكريني بقانون التحكيم. ماشي محمد زكريني تاع الجزائر بقانون التحكيم واش يقول الله. انا هذا ما كان نهضر انا بالقانون تاع التحكيم. يلا ما نعسش لانه بعض المرات يعني تخيضك شويه قاستني شويه الخساره قاسيه شويه لان 3-0 تقيس يعني رغم انه انت كبدايه وثقنا في المنتخب فزنا على هولندا مباريات وديه كنا ملاح يعني كنا نتوقعوا اداء احسن لكن ما لازمش نتيروا على الاسعاف حنا ثاني. يعني زكريني يعني دار لنا يعني محاضره على التحكيم كذا لقطه كيما هذيك رفع القدم ضرب مباشره الرجل تاعو خويا بطاقه حمراء هذيك لانه فقط ميسي ما تعطيلوش لانه يسوق لكاس العالم. لا عيب والله غير شوف لازم المنتخب الوطني يحتج على اللقطه هذيك تزيد لها صنع الترند. شوف بطاقه حمراء لا غبار عليها حتى لو لم يكن الامر يتعلق بالمنتخب الوطني كنت سأقول أنه ميسي يستحق بطاقة حمراء حتى لو لعب مع الهندوراس ولا لعبوا مع أي منتخب آخر. ميسي يستحق البطاقة الحمراء التما هذه لازم باك بطولة كأس العالم خلاص ولا تاع التسويق ولا تاع إشهارات إعلانات. عباك ملي ولات البوز عباك ولات بوز كدا يديروا لك اعلانات كدا خلاص دخلت في الترفيه دوكا دخلنا في الترفيه ابتعدنا عن كرة القدم على الجمالية تاع كرة القدم خلاص ولات شغل عبالك راحت الحاجة أخرى يعني تاع تسويق تاع تجارة تاع كرة القدم ولات فيها بوز الاعلانات. وين صارت هذه وين صارت؟ يبقى لو كان عندنا مدرب امبارح في ماتش امبارح وعندنا حارس ما كنا نتحدث عن ميسي الاسطوره والله بكلمك بجد.
الكره الاولى يشيلها. رددها عشان نسمعها. لو كان عندنا مدرب بيتكوفيتش قبل اذا صاحبك مساعد قال ترى احنا فزنا على الارجنتين السعوديه لا بس كلام بس انا قلت له هو وجهه الارجنتين مره ولا مرتين فاز عليها مره. يعني ماذا تقصد؟ الكره مع خروج طيب ماذا تقصد في وجود الفار؟ ما في تسلل جول، هذه الفار نايم قلت لك مجاري. طب انا شايفه يعني في العين خطأ غير متعمد ولا في استقصاد؟ هذه في انا استقصاد. انا رايي استقصاد. وتزعل نقول لك نظريه مؤامره انك تخطا في بطاقات حمراء وتشيل لي هدف. انا رايي مستقصد، مش لانه الجزائر، انت ما قصدت الجزائر، انت رايي تفوز الارجنتين نقطه الى صفر، بطل العالم، رايي تبدا بانه بطل العالم يفوز ياخذ مشواره في هذا البطوله ولا ينفعك في امور ثانيه اقتصاديه. ارجع لي للكره، هذه التقنيه. ارجع لي قبل التمرير. بس ارجع قصدك انه من لمس اللاعب للتمريره. طيب بس نقطة حسين وان السعودية فازت على الارجنتين ويقول احنا لا شوف حتى سبق تعادلنا بوجود ميسي معه. يا استاذ احنا فزنا على المانيا 2-1 واحنا انا اكلمك عن الارجنتين. انا شاذ حكم خبير ها؟ من افضل حكم. وبعدين ميسي اسطوري يا اخي، ميسي ما له حل. احنا قلنا ميسي انت ميسي ما له حل. بس شوف نروح لميسي. شوف ميسي خلينا نتكلم. منين تبدا مع ما له ميسي؟ حل ميسي، احنا نتكلم لا ما حل، لكن اللي له حل مع احترامي في المباراة لوكا زيدان حارس ولا كأنه حارس بدائي. لو أجيب حارس درجة ثانية في الجزائر أفضل منه في تطور الجزائر. انا لم وشكل الجزائر وأداء الجزائر. يا مشاري هذا المدرب لعبنا مع ضد نيجيريا عانينا، لعبنا مع ضد الكونغو عانينا، لعبنا مع ضد السويد خسرنا 4 وبعدين عندنا في الشوط الثاني ب3. مدرب انا معك قد يكون جيد مع المنتخب الجزائري، انا حسب رايي لم يقدم الكثير. مدرب صار له 2.5 سنين ما جاب مهاجم، ما صنع